السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله فيديو جديد على القناة النهاردة، وهنعمل مع بعض احلى واسهل طريقة للكب كيك. اول حاجة نقول الصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا محمد شفيعنا شفيع الامة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الوصفة بتاعتنا على طول. معايا في الكبة هنا هعمل كل حاجة في الكب. معايا الثلاث بيضات، معايا الفانيليا السايلة، معانا معلقتين كبار من اللبن البودرة، معانا كوباية سكر، 3/4 كوباية من الزيت، ممكن زيت على زبدة طبعا، ومعايا هنا كوباية مية فترة. لازم المية بتاعتي تكون فترة لأن نعمل كب كيك هش وجميل. معانا كمان الدقيق، انا هنزل بكوبايه كوبايه لغايه ما العجين بتاعي ياخد الكميه اللي انا عاوزاها. معايا كيس كيك شيف، ومعانا معلقتين من النشا، وكمان ذرة الملح، وحطينا كمان معلقة من الخل. كل ده في الأول بضرب كل الخليط السوائل، وبعدين بنزل بالدقيق والنشا والكيك شيف. طبعا سامحوني لأن أنا كنت بصور بإيد واحدة، ماسكة المكونات بإيد والتليفون بإيد، عشان كده لو تلاحظوا إن أنا حاطة المنخل فوق الكبة عشان أقدر إن أنا أنخل الدقيق. بعد ما ننخل الدقيق نزلت بأول كوباية، ضربت كل الخليط مع بعض لغاية ما تجانس. نزلت كمان بالكوباية التانية. الخليط زي ما انتوا شايفينه ما شاء الله كريمي وجميل جدا، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. للأسف اتقص مني مقطع. أنا كنت بصور، افتكرت إن أنا كنت بصور، طلع للأسف التصوير طلع على الفاضي. إن أنا بعد ما ضربت الخليط كله في الكبة حطيته في بولتين، واحدة زي ما هي سبتها بيضة، والتانية حطيت عليها معلقة كبيرة من الكاكاو الخام الأسباني عشان أعمل نص وايت ونص شوكولات. ومعايا صينية كب كيك بتاعتي طبعا حاطة فيها ورق الزبدة. قسمت الخليط بتاعي في كيسين عندي. طبعا زي ما قلت لكم اعذروني، انا اسفه جدا لان فعلا كنت بصور بايد وماسكه الكيكه بايد. امسك عجينه الخليط الابيض بصب، وارجع امسك الخليط الشوكولات بالايد التانية بالكيس التاني واصب. وزي ما انتم شايفين حضراتكم اقدر ان انا احط كمان ما بين الطبقه البيضاء والطبقه الشوكولات احط فيها شوكولات شيبس. وانا كمان كنت حاطه شويه شوكولات شيبس في خليط الكاكاو، العجينه بتاعت اللي فيها الكاكاو. وبتعمل طبقات، حط حبه بقى ابيض، حط حبه شوكولات، تعملي نص وايت مع نص شوكولات. تنزلي ممكن نعمل خطوط اللي هي كنا بنعملها، اللي هي معلقه ومعلقه 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 لغايه ما توصلي للاخر. بنجيب خله، بنقدر نعمل خطوط بتاعتنا اللي هي شبكة العنكبوتية، أو تعملي خطوط عشوائية. بتوزعي، بتعملي أي طريقة أنت حباها وأنت عاوزاها. وعلى فكرة الأشكال كلها بتعجب الأولاد لأن في الآخر بتطلع شكلها جميلة جدا. من تحت بقى وايت، من النص شوكولات، من فوق وايت، ممكن تحت شوكولات. المهم في الاخر بيطلع شكلها جميل، طريه وهشه ومحشيه شوكليت شيبس، وكمان طعمها جميل وهتعجب ولادنا جدا جدا. وفكره حلوه قوي كمان ان هي تتحط معاهم في اللانش بوكس بتاعهم وهم رايحين المدارس. زي ما انتم شايفين كده حبايبي، انا بعمل اي خطوط عشوائي، اي حاجه انت حابه. يعني اللي ما بتعرفش تعمل اللي هي شبكة العنكبوتية، اديك افكار سهلة جدا، اي فكرة بتيجي على بالك تعمليها. طبعا الفرن بتاعك متسخن على درجة حرارة 180. دخلت الفرن حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة. طبعا بتابع الفرن بتاعي، بدور الصينية كل شوية. عملت معايا حوالي 15 واحدة كب كيك. شايفين الكب كيك وجماله من تحت عاملة ازاي؟ اللون تحفة. مم. تحفة تحفة، طعمها جميلة، محشية شوكولات شيبس. طبعا هي طالعة دافية عشان كده الشوكولاتة سايحة. أتمنى الفيديو عجبكم، قولوا لي إيه رأيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.